الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا اليوم 400 حافل، فيه مدايح، فيه أغاني، لكن صراحة يعني هذه الكلمات المتواصلة بشأن التمويل الأصغر وهذه التجارب الإنسانية اضطرتني إلى أن أقول كلمة بسيطة حتى لا أقطع تواصل الأفكار الجميلة. بالبدء أرحب بسيدة السفيرة الدكتورة مايسة الهاشمي بدولة الكويت الشقيقة، وهي سفيرة نوايا حسنة، وهي نائب رئيس منظمة السلام الدولي والتنمية. ضيف شرف لدينا اليوم في بيت السودان. بيت السودان هو عبارة عن صرح من صروح الجالية تم إنشاؤه وافتتاحه في الأول من يناير عام 2013. الغرض منه مثل هذه الجلسات الجميلة. استضفنا فيه كثير جدا من الضيوف والضيفات. اليوم نسعد بأنه عندنا ضيف عزيز ولطيف وعنده تجربة إنسانية تستحق التأمل وتستحق الدراسة وتستحق التعامل معها بإذن الله تعالى. مرحبا بك دكتورة مايسة، شرفتينا كثير في بيت السودان وشرفت الجالية السودانية كثيرا. أيضا أرحب بالدكتور مسعد هيركي، رئيس المؤسسة المصرية النووية للتنمية، وأيضا رجل عنده خبرة في هذا المجال تستحق الوقوف عندها كثيرا. أرحب بسعادة السفير الدكتور محمد خير عبد القادر، صاحب المبادرة والسبب في جمعنا في هذا اليوم. رجل مدير إدارة المنظمات بالجامعة العربية. نحن نشكر كثيرا على هذه المبادرة الطيبة التي جمعتنا اليوم. نشكره على انه يعني فتح لنا المجال مثل هذه الافكار العظيمه. ارحب ايضا بزملائي من السفاره السودانيه وعلى راسهم سعاده اللواء امين عبد العالي الملحق العسكري بالسفاره، والاخ عبد المنعم محمد علي الذي غادرنا نسبه لارتباطه بموعد اخر، والاخوه في الملحقيه العسكريه والمستشاريه الفنيه. أرحب ترحيب حار بالدكتور حسين محمد الرحمن، رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، وهو أيضا مدير الشؤون المالية والإدارية في منظمة العمل العربية، أيضا صاحب خبرة كبيرة في هذا المجال. نحن نسعد بوجوده بيننا وبأفكاره العظيمة والكبيرة. أرحب أيضا باتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني، هذه المؤسسة الكبيرة التي قدمت الكثير والتي كانت وراء تجارب في التمويل الأصغر وفي رفع مستوى دخل الجالية وفي الاهتمام بالجالية وبمبادرات كبيرة قام بها زار السودان ممثلين للأزهر الشريف في خوافل إغاثية وخوافل دعوية. وما زال هذا الاتحاد يواصل عمله في هذا المجال لينمي الجالية ويعمل على توعيتها، وله منا كل الشكر والتقدير والامتنان. اليوم هو حاضر بيننا بقوة. أرحب ترحيبا حارا بالخطوط الجوية السودانية وبشعاراتها الجميلة التي تزين هذه الصالة. أستاذة غادة يوسف، مثل مشرف للمرأة السودانية الناجحة التي تواصل في إنجازاتها يوم بعد يوم، ونحن نتشرف بها كثيرا. أرحب ترحيب حار بالاستاذ عادل العوض، المستشار والملحق الاعلامي الذي شرفنا اليوم، وايضا له افكار طيبه وجيده. أرحب ترحيبا حارا بشاعرنا الكبير الاستاذ امجد محمد سعيد، يوم يعني شرفنا كثيرا. أرحب بالاعلام والاعلاميين الذين مثل هذه الجلسه قد تكون بسيطه، ولكن بالاعلام تصبح تجربه كبيره تصل لمناطق كثيره وتصل لكثير من الناس الذين حالت ظروفهم من حضور مثل هذه الأمسية الطيبة. وأرحب ترحيبا حار بالأستاذ طيالله، صحفي حضر إلينا من السودان، صحفي رياضي مرموق، حضر كرة الهلال وشرفنا كثيرا بحضوره. أرحب بجميع الحضور، السيدات الآنسات والسادة والمحبين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة لما كنت استمع للدكتورة مايسة الهاشمي سفيرة النوايا الحسنة، خطر ببالي المثل المشهور
الدكتور محمد يونس، هذا الرجل العظيم بأفكاره الاقتصادية الذي بدأ بفكرة بسيطة لاقت للعالم أجمع وكانت سببا في منحه جائزة نوبل للسلام. بدأ بفكرة بسيطة في مجتمعات قروية نائية ولكنها نجحت نجاحا باهرا، هي فكرة التكافل، فكرة التعاطف، فكرة أن المجتمع يمد يده لدعم بعضه البعض. الجالية السودانية جالية كبيرة عظيمة من أكبر جاليات السودان بالخارج، وهي جالية ترتبط ببلدها السودان ارتباطا مدهشا. أنا هذه هي السنة الرابعة لي في مصر، وزرت عدد من السفارات وعملت بعدد من البلدان، ولكن لم أجد جالية مثل الجالية السودانية في الأسرة العربية. الحقيقة هذه الجالية تجد دعم وعون واهتمام من قيادة الدولة في السودان، لأنها من الجاليات الكبيرة المؤثرة، لأنها سببا في تواصل العلاقات الجيدة بين السودان ومصر، وهي علاقات استراتيجية، علاقات مهمة للغاية. الحقيقة خاطر أيضا جالت بخاطري في موضوع التمويل الأصغر. إحنا مجتمعنا في السودان مجتمع أقرب إلى أن يكون مجتمع قروي، مجتمع بدوي، كما قال أديبنا الكبير البروفيسور عبد الله الطيب، قال المجتمع السوداني مجتمع بدوي. بدأنا مؤخرا نحو الحداثة والمدنية، وعندما نتحدث عن التمويل الأصغر والمشروعات التي يمكن أن تنمي المجتمعات والبشر، أرجع بذاكرتي إلى 20 أو 15 سنة أو 20 سنة إلى الوراء. إحنا كنا صغار في بيوتنا كلنا في أدوات التمويل الأصغر البسيطة، يعني تلقى قفص للدجاج، أمهاتنا كانت تربي الدجاج، فدي أنا أعتقد أن واحدة من مشروعات التمويل الأصغر. كذلك كان يعني لا مؤاخذة في البيت عندنا الغنماية وعندنا هذه الحيوانات البسيطة، نستخرج منها اللبن ونستخرج منها من الدجاج البيض واللحوم. مر الزمن وتم اكتشاف البترول في السودان، والبترول أتى بهذه الثروات الكبيرة، ومع الأسف الشديد تحولنا من مجتمع منتج إلى مجتمع استهلاكي. حاولنا أن نقلد الخليج في استهلاكه، وبدأنا في التخلص من الدجاج مع الأسف الشديد تدهورنا في مجتمعاتنا. بدل أن نكون شعبا منتجا أصبحنا شعبا مستهلكا، وخلال ال10 سنوات الماضية وصل الاستهلاك مرحلة لدرجة أنه عندما فقدنا البترول بانفصال جنوب السودان أصبحت مجتمعاتنا مجتمعات تعاني من الشح في الموارد الاقتصادية. ولذلك عندما نتحدث عن التمويل الأصغر لا بد أن نعود إلى الوراء ونتحدث عن هذه المشروعات التي تنتج. وأعتقد أنه إذا بدأناها بالقرى والأرياف ستصل الفكرة وسنرجع إلى أن نكون شعب منتج ونصل إلى المستويات التي نطلبها. السيد السفير ركزت في حديثه عن المرأة. أنا أقول أنه أعتقد أن تجربة المرأة السودانية إلى حد ما مشابهة لتجربة المرأة الكويتية في حداثتها وفي تطورها وفي تقدمها عن بقية النساء في الدول العربية. المرأة السودانية كانت دائما سباقة في كافة المجالات، وهي وصلت مراكز كبرى في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، وعندنا نماذج حية نسأل الله أن نجد فرصة أن نطرحها للدكتورة مايسة وأن نتحدث عن المرأة السودانية والنجاحات التي حققتها. ممكن تمكين المرأة في السودان. الآن بنص القانون المرأة في البرلمان السوداني نسبتها 25%، ربع أعضاء البرلمان السوداني هم من السيدات، وهذه لعمري هي نسبة كبيرة، ويوضح أن المرأة في السودان مرأة متقدمة وفاعلة ومؤثرة في مجتمعها. عندنا في مناطق زي جنوب السودان وغرب السودان المرأة لا تمثل نصف المجتمع، إنما تمثل 3/4. المرأة عاملة، المرأة هي التي تسيطر في مجال العمل، في مجال البيت، في مجال الإنتاج، في هذه المجالات. أرجع مرة أخرى لموضوع الجالية. عندما حضر إلينا الأستاذ فيصل محمد أحمد عبد الله، رجل خبير في مجال التمويل الأصغر، بدأنا في السفارة نفكر في كيفية رفع مستوى
الدخل بالنسبه لابناء الجاليه السودانيه في مصر العربيه، فكرنا في موضوع التمويل الاصغر. الحقيقه كانت الفكره بسعاده السفير حسن العربي، تعرفونه جميعا، هذا الرجل كان مهموما بهذا الامر، وكان دائما يوصيني بان نعمل في هذا المجال. وبدانا مع الاخ فيصل والاخوه في اتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني. خلال السنه الماضيه اقام عدد مقدر من الدورات التدريبيه في مجال التمويل الاصغر والتعريف بالتمويل الاصغر، كذلك دورات في دراسات الجدوى وتقييم المشروعات واداره المشروعات، ووصلوا مراحل متقدمه جدا جدا. وكنت اتمنى لو في نماذج كان نشرحها للدكتوره مايسه ولكل المهتمين بعمل التمويل الاصغر. قطاع المشروع المقدر، والان لدينا عدد مقدر من المشروعات جاهزه تماما للتمويل. ولحسن الحظ كان سيد السفير الدكتور كمال حسن علي هو السفير في القاهره، كان هو وزير التعاون الدولي، وقبلها كان وزير الدوله بوزاره الرعايه والضمان الاجتماعي، وكان مهتم جدا بهذه المشروعات وهذا العمل الطيب. وهو حتى الان يعني على وعد انه اذا تم تحضير مشروعات سيعمل على تمويلها، ونحن نتواصل معه الان. والان هناك شخص من ابناء الجاليه، الامين العام للجاليه موجود بالسودان، وقابل كل المهتمين في هذا المجال وشرح لهم موضوع التمويل الاصغر. ونحن نتوقع انه ان شاء الله يقدر يتم بدايه بعدد مقدر، يعني حتى لو كان بسيط من المشروعات لتجربتها ولنرى كيف نصل في موضوع التمويل الاصغر وما يمكن ان نستفيد منه كجاليه. حقيقه هذه التجربه الانسانيه للدكتوره مايسه كانت تحفز لنا نتحدث عن موضوع التمويل الاصغر، وباذن الله تعالى هي لديها الرغبه في ان تتواصل معنا بهذا الشان. وقبل قليل كانت تتحدث عن المشروع، ان شاء الله احنا نتمناه ونتواصل معها لنرى كيفيه ان يرى هذا المشروع النور. لا أود أن أطيل عليكم أمام المليء، وأيضا لدينا عدد من السفارة الذين عملوا خلال السنوات الماضية بجد واجتهاد سيتم توزيعهم اليوم وتكريمهم، وأيضا عدد من الموظفين والعاملين بالسفارة انضموا مؤخرا. الأستاذ سيف اليزن خليفة انضم إلى السفارة مؤخرا، والأخ جيلي محجوب نرحب بهم ترحيبا حارا ونتمنى لهم التوفيق والسداد. شكرا جزيلا لهذه الأمسية الرائعة، وسعدنا للغاية في الاستماع لهذه التجارب، ونتمنى أن نلتقي في أوقات أوسع لنتفاكر بهذا الأمر. شكرا جزيلا، السلام عليكم.